انت انسان بارد بجد، ما عندكش دم. انا بقالي نص ساعه واقفه، بقالي نص ساعه واقفه ليه كل ده؟ اوعى كده. وزي ما انتم شايفين كده هايدي كان عندها طياره ومتاخرين، وللاسف اتاخرت عليها، فاتفاجئنا واحنا في السكه ان في مول جديد، فقلنا نروح نشرب قهوه. بس اللي ما كنتش عامل حسابه بقى ان المول اللي انت شايفه قدامك ده فيه اختراعات ما تخطرش على البال. وقبل ما نخش في اي تفاصيل، الاونر جه وقال لي ان احنا عاملين عرض بمناسبه الاوبننج، ان انت لو خدت قهوه هتاخد ريد فيلفت معاها هديه، وكل ده ب 40 جنيه بس. ده غير ان هم متخصصين في الديزرت. هتقول لي ازاي يا عم خالد؟ اقول لك ان صاحب المكان ده قرر يجيب اشطر واحد بيعمل ديزرت فيك يا برج العرب. نسيت اقول لك ان المكان ده في برج العرب وقريب قوي من المطار، ولاننا لسه مخطوبين فحبيت افرحها قبل ما تسافر، وقررت كده ان انا اروق عليها ترويح حلو. ومع احترامي لاهل برج العرب، بس انا مش مستوعب ان الجمال اللي انت شايفه قدامك ده موجود في برج العرب. وزي ما قلت لك كده تقريبا المكان ده وبقى له اقل من 15 يوم. ده غير المكان فيه كل حاجه تتخيلها وما تتخيلهاش. واللي عجبني ان انت مش بتشتري كتاب بس، انت ممكن تاخد كتاب كمان وتقراه. وبعد اللي انت هتشوفه في الفيديو ده اعتقد ان انت هيجيلك اوفر دوز سكر، فانت لو واحد بيحافظ على الدايت شبهي كده انصحك تروح المكان ده. ولو انت من الناس اللي لسه ما صيفتش لحد دلوقتي، فانا جايب لك بقى